سورة البقرة الجزء المواضيعي الأول. 1. أصناف الناس في العبادة. الآيات من 21. هناك 3 أصناف للناس في العبادة. الصنف الأول هو المؤمنين المتقون الفالحون. الآيات من 1-5. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونلاحظ هنا أن معيار قياس هؤلاء المؤمنين هم أنهم مفلحون في الدنيا ومفلحون في الآخرة، أي ناجحون في الدنيا وناجحون في الآخرة. الصنف الثاني الكافرين. الآيات 6-7. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وتطرح هذه الآية مشكلة الجبر والاختيار وما معنى ختم الله على قلوبهم. ج. الصنف الثالث من الناس وهم المنافقين. الآيات من 8-20. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهنا سنلاحظ أن المشكلة عند المنافقين هي الخلاف بين القول والفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فأشد ما يكرهه الله أن نقول شيء ونفعل شيء آخر. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه الفعل، ولا مساحة للقول والمزايدة الكلامية بالدين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون أنفسهم وما يشعرون. النفاق وخداع الآخرين مرفوض. الوضوح والشفافية مطلوبة في التعامل مع الناس، وهذا مبدأ أخلاقي هام يجعل الكفر في بعض الأحيان أحسن من النفاق، وهذا اتفاق. في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذابا أليم بما كانوا يكذبون. وقد صنفنا أمراض القلوب في فيديو سابق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإصلاح في الأرض، إعمار الأرض، الاستخلاف، الفلاح، ذلك هو معيار قياس الدين الإسلامي، وذلك هو الصراط المستقيم والفرق العملي بين المؤمن والمنافق، وهو أيهما يصلح وأيهما يفسد. مقياس الفعل معيار السفاهة. فلكي نعرف المؤمنين لابد أن يكونوا ناجحين مفلحين مصلحين في الأرض ولا يسببون فسادا. ألا أنهم هم المفسدين ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا هو الموضوع الأول في سورة البقرة إذا أردنا تفسير مواضيعي لها، وهو تقسيم أصناف الناس في العبادة إلى 3 أصناف. الصنف الأول هو المؤمنين، والصنف الثاني هو الكافرون، والصنف الثالث هو المنافقون، والمعيار هو العمل والفلاح والإصلاح في الأرض.